السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في قرية معروفين أهلها بالكذب وشهادة الزور. في هذه القرية تزوج رجل من سيدة زواج سري، لكن هذا الزواج كان شرعي، يعني بوجود شيخ وشهود. وبعد فترة من الزواج اختلف الزوجين، وطرد الزوج زوجته من البيت وسلبها كل حقوقها. فراحت الزوجة تشتكي على هذا الزوج عند القاضي، وقالت له: يا حضرة القاضي، أنا زواجي من فلان زواج شرعي بحضور الشاهدين فلان وفلان. فطلب القاضي حضور الزوج والشاهدين، فلما حضروا أمام القاضي أنكر الزوج معرفته بزوجته، والشاهدين قالوا: والله ما نعرف هذه السيدة ولا عمرنا شفناها. والزوجة كانت تحلف وتقسم أن هذا زوجها. فلما شافها القاضي مصرة على كلامها سألها، قالها: زوجك عنده كلاب؟ فقالت الزوجة: نعم. فقال لها القاضي: هل تقبلين بشهادة الكلاب؟ فقالت: نعم. فقال القاضي للحراس: خذوها، إن نبحت الكلاب عليها فهي كاذبة، أما إذا رحبت بها الكلاب فهي صاحبة الدار. فلما سمع زوجها والشهود هذا الكلام ارتبكوا وخافوا أمام القاضي، فعرف أنهم كاذبون. فقال للحراس: خذوهم واجلدوهم فهم يكذبون. فبئس القرى التي كلابها أصدق من أهلها. وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.